يتجول أحمد في السوق الصاخب، وتدور نظراته على مختلف الأكشاك، وهو شخصية وحيدة وسط الفوضى النابضة بالحياة. تتردد خطواته على الحجر المرصوف، وهي بمثابة نقطة مقابل إيقاعية لسيمفونية السوق الحيوية. يتوقف قبل كشك متواضع يفيض بالأحذية القديمة. كل زوج يهمس بقصص لم تروى عن رحلات سابقة. يلتقط أحمد زوجاً مهترئاً، وتتبع أصابعه خطوط عمره. حوار صامت بين الإنسان والشيء. بعد تبادل قصير يتم إبرام صفقة، ويؤمن أحمد جائزته، دليل على القيمة الموجودة في أماكن غير متوقعة. يمسك بالحذاء، ترتسم ابتسامة خفيفة على شفتيه مما يوحي بالرضا. يستيقظ أحمد في حديقة مغمورة بضوء الشمس، وهو صدى حنين لطفولته. رقص ضحك طفل في الهواء مما لفت انتباه أحمد نحو شخصية مألوفة. يتلاشى الوقت بينما يتعرف أحمد على الطفل على إنه هو نفسه، وهي رؤية مؤثرة لماضيه. يمد يده وهو يتوسل صامتاً للتواصل مع الصبي البريء أمامه. يختفي الطفل كالحلم، تاركاً أحمد يتمسك بالهواء الفارغ، والماضي يتسرب من بين أصابعه. يعود الواقع، وأحمد مرة أخرى وحيداً، والحديقة تتحول إلى الحاضر. أحمد بدافع الأمل يجرب الحذاء مرة أخرى، وعيناه تعكسان ترقباً عصبياً. ينتقل إلى رؤية لمستقبله مع ليلى، وهي نسيج من الفرح والعقبات غير المتوقعة. يرى ضحكات مشتركة وأحضانا حنونة. يرى ظل مشاكل المستقبل يظلم ببطء عالمهم المثالي. فجأة يتحطم مشهد مرعب رؤيته المتفائلة. يسحب أحمد بعنف إلى الحاضر، ووجهه محفور برعب شديد.